السلام عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم في شهوة شفيقة. اليوم بغينا نقدم لكم ملوزه ديال الكركاع. ملوزه ديال الكركاع كنحتاجو فيها كيلو ديال كيلو ديال الكركاع مطحون. عندنا 6 البيضات الحجم ديالهم صغير، الا كانوا كبارين 5. عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا معلقه د العسل، عندنا خماره كبيره، وعندنا معلقه ديال لافاني، وعندنا باش غنفندوها عندنا سكر كلاصي وشويه ديال الماء زهر. ونبداو ان شاء الله. نقصوا البيضات ديالنا بسم الله. انا كتعجبني بالبيض بلدي، وانتم ديروا البيض رومي ماشي مشكل. الان حنايا غادي نعملو، نفقسنا البيض ديالنا، غنخويو السكر كما شفتوا معايا هكا، نخويو معلقه ديال لافاني هي، والعسيله ديالنا حتى هي، نخلطوا بسم الله. نخلطوا الحلوه ديالنا هكذا بهذا الشكل. كتطلبش منا شي مجهود كتير. دابا نبدا نخوي الكركاع ديالنا. الان دابا غنكورو الكويرات ديالنا بهذا الشكل هكذا، نغطسوها في السكر هكا كما قلت لكم. كنكورو الكويره هكا بهذا الشكل هكذا، ونفندوها مزيان، ونحطوا عليها الكركاع بهذا الشكل هكا. هانتوما كتشوفوا معايا. نزيدو واحده اخرى هكذا بهذه الطريقه، ونستمروا حتى نساليو، ونتلاقاو ان شاء الله لما يطيبوا ونخرجوهم من الفران. ملوزه الكركاع ديالنا بعد ما خرجت من الفران، نتوما كتشوفوا كيفاش جات. هي جات مشققه كلها. جربوها كتجي مزيونه، ونتلاقاو ان شاء الله في شهوة شفيقة حلقة جديدة. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناة، والرابط راهو اسفل الفيديو. والى اللقاء.